دراسة جديدة خرجت هذا الشهر كشفت على تأثيرات خطيرة للفساد على دينامية الشركات في المغرب. الدراسة اللي داروها باحثين مغاربة من جامعة بن طفيل في القنيطرة وشاركوا فيها أكثر من 550 شركة بينات أن الفساد عنده تأثير مزدوج على الشركات المغربية. كيفاش؟ الشركات اللي كتعاني من الفساد كتسجل مبيعات كبيرة في السوق المحلية، ولكن كتصطدم بصعوبات كبيرة في التصدير وتوسيع نشاطها في العالم. الباحثين استعملوا بيانات من البنك الدولي لسنة 2023 وخدموا بمنهجية دقيقة باش يحدوا العلاقة بين الفساد وأداء الشركات. في الخلاصة، الفساد كيساهم في ربح محلي، ولكن كيكبح الطموحات الدولية ديال المقاولات المغربية. المصدر ديالها هيسبريس. تابعونا وخليوا آراءكم وتعليقاتكم، لأن رأيكم هو اللي كيقوي هاد الصفحة والقناة ديريكت بالدارجة. تهلا.